النقاش هنا هو بإحدى قاعات الجماعة القروية لسيدي بيبي بإقليم شتوكا أيتباها، وموضوع النقاش الذي شارك فيه بعض أعضاء المجلس القروي وممثلين عن المجتمع المدني هو تمكين ذوي الحقوق من تعويضات خاصة بأراض فوتت لإقامة مشروع منطقة صناعية. ذوي الحقوق حيث احنا كاين بعض الأراضي اللي تفوتوا العمران وتفوتوا لبعض الجهات، وحنا كنطالبوا الرئيس يتعاون معنا باش نحققوا المطالب ديال هاد الناس. المهم كيتشاوروا معنا في اي حاجه بغات دار، من واحد التشاور على حسب الميثاق الجماعي ديال الجماعه، وكيفاش يمكن نسبقوا الاولويات وهذه وسميتو. إنه فصل من فصول الاشتغال اليومي في تدبير الشؤون المحلية للساكنة، تدبير أصبح يعتمد على رؤية تشاركية في وضع المخططات التنموية للجماعة، فالمجتمع المدني عبر التنظيمات الجمعوية أصبح مدعوا للانخراط في تحديد الأولويات وتسطير البرامج. خدامين في المخطط ديال التنمية، وحنا هذه المخططات مازلنا حنا بوحدنا كجماعة استدعينا الجمعيات واستدعينا رؤساء المصالح باش نشوفوا حتى هما التدخل ديالهم باش هذا المخطط التنمية نعدوا حنا مجموعين كاملين. حنا ما كنعتبروش حنا بوحدنا مؤهلين باش نديروا هذا المخطط التنمية، خصنا نشاركوا فيه المجتمع المدني باش نعرفوا الاحتياجات. والاحتياجات تنطلق من أبسط المصالح الإدارية للساكنة وتمتد إلى تنفيذ البرامج التنموية الخاصة بالبنية التحتية والصحة والسكن والتشغيل في جماعة يناهز عدد ساكنتها 30,000 نسمة.